كون اقتل بالعيد هو الشعار المحوري للوقفة الاحتجاجية الأسبوعية التي دعت إليها الجبهة الشعبية والائتلاف السياسي والمدني ضد العنف. الضغط من أجل كشف الحقيقة حول اغتيال شكري بالعيد من جهة أولى، ومن جهة ثانية من أجل يعني دفع السلطات على اتخاذ الإجراءات الضرورية لمقاومة العنف السياسي، خاصة حل كل أشكال الميليشيات والتنظيمات العنيفة ومن بينها ما يسمى رابطات حماية الثورة. يعني النأي بالمساجد على خطاب التحريض والتهديد والتكفير والفتنة، وكل الإجراءات الضرورية لمقاومة الغول العنف السياسي اللي خذاه في الأيام الأخيرة منزلقات خطيرة. شعارات لم تقتصر على المطالبة بحقيقة من يقف وراء اغتيال الشهيد، بل يتواصل غضب الشارع التونسي موجها اصبع الاتهام لحركة النهضة. يمكن النهضة هي اللي قتلت، علاش الوقفة الاحتجاجية هذه باش تتواصل حتى نعرفوا شكون قتل بالعيد. هم شادين الحكومة كيفاش باش يوروا اللي هما قتلوا شكري بالعيد. مستحيل، لازم القضية تتعدى القدام، تتعدى الدولية كقضية. الشعب لازم يفيق، لازم الغنوشي يسيب تونس. راهي تونس ماشي في هاوية، راهي هاردتها النهضة. الغنوشي هارد تونس، مجرم كبير ياسر. حاجه واحده نحب نقولها للنهضه، تخرج علينا مرفوضه رافضينها بالطرق وباللي تعمل فيه وكل، رانا فايقين بها اللي تعمل فيه كله تحايل كله على الشعب التونسي. الندوة الصحفية التي عقدها وزير الداخلية لم تكشف عن قتلة الشهيد حسب أغلب المشاركين بالوقفة، والتي وصفوها بالمسرحية. لن نسكت عن دم شكري، لن نسكت مهما يكون. هذه المسرحية السيئة، هذا البهتان متى كان يعني رمز كشكري بالعيد يقتله انسان هكذا عادي جدا فوق فيسبا، ثم تجيبونه بعد 3 ايام ولا 4 ايام تجيبونه واحد قرشوه على فيسبا ويعملونه في التشخيص. ارادوا بكل ما تقوم به النهضة الان من حكومة التكنوقراط والتغيير، ارادوا ان يعوموا القضية، ارادوا ان يلهونا، ارادوا ان يبعدوا اهتمام الشعب، لكن الشعب لن يسكت عن أبنائه البررة. كيف لمن شارك في تشويه صورة الشهيد ومن قام بحماية المحرضين على العنف أن يكشف عن حقيقة القتلة؟ هذا ما يستنكره بعض الحقوقيين. عامل من العوامل اللي يخلي جزء من الرأي العام ما يصدقش الرواية هذه هو أنه السيد علي العريض، باعتباره نحن نعتقده أنه شارك وساهم في الحملة الدعائية والتشويهية اللي استهدفت الشهيد شكري بالعيد، ما هوش مؤهل وماهوش مصدر بالنسبه لنا نحن، مش مصدر معلومه معناها صادقه ومعلومه ذات ثقه باش يعطي معناها الفيرسيون اللي اعطاها البارح. رغم محاوله امتصاص غضب الشارع، الا ان كلمات الشهيد لا تزال تحركه، والكل يؤكد على مواصله النضال والمقاومه على درب شهيد الحريه والكرامه شكري بالعيد. فكيف للشارع ان يهدأ قبل أن يعرف الشعب التونسي حقيقة من يحاول أن يختار ثورته وحريته؟